تعالى النهاردة اقولك ازاي تعملي كيكة الحليب التركية او التريليتشي او المسخسخة. بجد الوصفة خيال. هنعملها بكيك اسفنجي هش، هنعمله في الخلاط بدون اي مادة دهنية، وهنعمل صوص كراميل اقتصادي جدا بدون زبدة وبدون كريمة، وهيطلع معاكي طعمه حلو قوي وقوامه مظبوط. لما تجربوا الوصفة هتعتمدوها. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وتعالوا نسمي بسم الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. في شفشق الخلاط نزلت ب3 بيضات، كوباية من السكر، والكوباية دي هثبتها في جميع المقادير. نزلت عليهم بكيس من الفانيليا، وببدأ اخد البيض والسكر ابدأ انعمهم كويس قوي مع بعضهم لحد لما السكر ينعم معايا تماما بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. عندي هنا 1.5 كوباية من الدقيق، هنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الكيك شيف او البيكنج باودر. بقلب الكيك شيف او البيكنج باودر مع الدقيق، وبعد كده بننزل بخليط البيض والسكر. ببدأ اقلب المكونات دول مع بعضهم لحد لما كله يتجانس مع بعضه. طبعا هنبدأ هنا في المرحلة دي ابدأ انزل لهم 1/3 كوباية من اللبن سخن مغلي على البوتاجاز طبعا زي ما انتوا شايفين، وابدأ اقلب كويس قوي لحد لما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى عندي صينية مقاس 18 دهناها دهنة زيت ومبدراها بدقيق. نزلت بخليط الكيك، والفرن عندي سخن جدا شغال على اعلى درجة حرارة. ادخلها على الرف الوسطاني وهدي النار من تحت لحد لما بتاخد اللون من تحت. بعرفها ازاي؟ من الحروف بتاعة الصينية. في المرحلة دي بشغل لها من فوق علشان تاخد كمان معايا اللون. طبعا الكيك هنا معايا استوى، وانا اسفة طبعا لانه النور كان قطع، بس كان لازم اكمل الوصفة وهي سخنة. عندي هنا 4 كوبايات من اللبن او الحليب، يعني كيلو من اللبن. نزلت عليه ب5 معالق كبار مليانين من السكر. دوبت السكر مع اللبن، وجيت هنا على الكيك بدأت كده اعمل له تهوية او فتحات بالشوكة عشان يتشرب الحليب. طبعا الحليب اللي انا مستخدماه سخن، يعني ولا هو مغلي ولا هو بارد، هو سخن. ببدأ اشرب الكيك بتاعنا بالطريقة دي واوزع الحليب كويس قوي. وطبعا انا هسيبها لحد لما تبرد تماما عشان اعرف اشتغل في الطبقة التانية. يعني ما ينفعش خالص انك انتي تشتغلي في الطبقة التانية وتنزليها على طبقة الكيك، هتسيح معاكي طبقة الكريمة. هنا النور كان رجع والكيكة معايا بردت تماما، فهنبدأ نعمل طبقة الكريمة. عندي هنا 1.25 كوباية من اللبن او الحليب المثلج. نزلت عليه بكيس من الكريمة، وهبدأ اضرب دول كويس قوي مع بعضيهم لحد لما قوام الكريمة يتقل معايا تماما. بعد ما قوام الكريمة شايفين تقل ازاي، هبدأ على طول انزل بطبقة الكريمة بتاعتنا على الكيك بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، وابدأ اوزع طبقة الكريم كويس قوي. طبعا لازم تسيبي 2 معلقة كريمة على جنب لان هنحتاجهم في تزيين الكيك في الاخر. بوزع طبقة الكريمة وبسويها كويس قوي. وهنا لازم ادخل، وضروري جدا وخطوة اساسية ان تدخلي الكيكة دي معاكي الفريزر. ليه؟ لان احنا محتاجين ان طبقة الكريمة تتشمع وتتماسك عشان لما ننزل عليها طبقة الكراميل ما تسحش معايا. عشان نعمل طبقة الكراميل او صوص الكراميل، عندي 1.25 كوباية من السكر. نزلت بيه في طاسة ورفعته على نار متوسطة، واول ما السكر بدأ يتكرمل معايا بالطريقة دي اديته تقليبة وسبته على نار متوسطة. من وقت للتاني بديله تقليبة لحد لما السكر يدوب ويتكرمل معايا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. هنا طبعا بعد ما السكر معايا اتكرمل، نزلت عليه ب0.5 كوباية من المية المغلية. وخلي بالك انتوا بتنزلي المية المغلية على السكر لان ممكن تتحرقي لو مخدتيش بالك وبعدتي. طبعا هسيبها على نار متوسطة لان السكر معايا او الكراميل اتكتل بالطريقة دي لحد لما يسيح معايا تماما. عندي هنا 0.5 كوباية من اللبن. نزلت عليها 1 معلقة كبيرة من النشا ومعلقة كبيرة من اللبن البودرة، ولو مش عندك لبن بودر استغني عنه عادي في الوصفة. دوبت النشا واللبن البودرة مع الحليب، وهنا كان صوص الكراميل معايا داب وساح. هبدأ انزل عليه ب0.5 كوباية اللبن اللي فيها النشا، وهبدأ اديله تقليبة كده.
وهسيبه على نار عالية لحد لما يغلي ويتقل معايا تماما. شايفين هنا لما بدأ يغلي معايا بدأ القوام بتاعه يتقل. طبعا ممكن ناس تنزل اللبن فتبص تلاقيه اتكتل معاها في المرحلة دي بعد الغليان. عادي ما تقلقيش، هتاخديه زي ما هو وتسيبيه يهدى شوية وبعد كده نضربه في الخلاط. انا هو ناعم معايا بس انا بحب اضرب الكراميل او صوص الكراميل في الخلاط لان قوامه بينعم جدا وبيديني القوام واللون اللي انا محتاجاه. بعد ما ضربته طبعا ببدأ انزل بيه في طبق زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي. وطبعا دلوقتي لازم اسيب صوص الكراميل معايا يبرد لان هو سخن، لو نزلته هو سخن على طبقة الكريمة هيبوظ معايا طبقة الكريمة. وطبعا لما يبرد معايا هيبدأ يتقل صوص الكراميل، بس مقاديره مظبوط اعملوه بنفس الطريقة. هنا طبعا طبقة الكريمة معايا اتمسكت او اتشمعت كويس قوي وصوص الكراميل برد تماما معايا، فهبدأ هنا انزل بيه على طبقة الكريمة وابدأ اوزع معايا صوص الكراميل. اتمنى لو وصلت لحد هنا في الفيديو وما حطيتيش لايك تحط لايك للفيديو وتشيريه لاكبر عدد من الاصدقاء والصحاب. بعد ما وزعت طبقة الكراميل طبعا هنبدأ هنا دول معلقتين الكريمة اللي احنا ركناهم على جنب حطيتهم في كيس من اكياس التلاجة. لو انتي في الصيف حطيهم في التلاجة، حط الكيس ده في التلاجة من تحت. لو انتي في الشتاء سيبيه عادي على الرخامة لان في الصيف هتبدأ الكريمة تسيح تماما وهتبقى عبارة عن مية. طبعا ببدأ كده افتح له فتحة صغيرة من تحت وابدأ اعمل بقى خطوط على صوص الكراميل من فوق. وبعد كده بأي خلة أسنان أو عيدان الشيش بنبدأ نعمل لها كده تمويجة من فوق. الخطوط عبارة عن بتمشي الكريمة مع الكراميل من فوق فبيديك الخطوط اللي انت شايفاها دي. بعد كده بين كل خطين بعمل تمويجة عكس فبيديك الشكل اللي انت شايفاه ده. بس هي دي وصفة النهاردة، سهلة جدا سريعة مغذية طعمها حلو قوي، اوفر بكتير من انك تروح تشتري جاتوهات من بره ومغذية جدا. اهم حاجة في الوصفة دي ان بعد كده بتدخليها الفريزر 10 دقايق قبل ما تبداي تقطعيها وتقدميها. طبعا دخلتها 10 دقايق الفريزر وبعد كده بدأت اقدم الكيك بتاعنا زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى شوفوا الكيك معايا قد ايه مرتفع، هش جدا خفيف جدا لونه فاتح، طعم الكيكة جميل جدا، صوص الكراميل طعمه حلو قوي. لما تجربوا الوصفة بالطريقة دي هتعتمدوها وهتدعولي كمان. شايفين الجمال، شايفين كمان التسوية من تحت عاملة ازاي، شايفين لون الكيك معايا قد ايه فاتح، والكيكة هشة وخفيفة جدا وشاربة الحليب. مغذية جدا لاني واخدة كمية حليب كبيرة جدا فحلوة جدا لأطفالك لو بتدوري على وصفة تكون مغذية ليهم. شايفين ارتفاع الكيك معايا قد ايه. تعالوا كمان نطلع منها حتة. تعالوا بقى شوفوا الجمال. مقادير الكيكة دي مظبوطة جدا، صوص الكراميل الكريمة الكيك كلها مقاديرها مظبوطة، فاعملوها بنفس الطريقة وهتطلع معاكم بنفس الجمال اللي انتوا شايفينه ده. تعالوا بقى شوفوا معايا الكيك. بصوا خفيفة جدا وبتقطع معاكي بمنتهى السهولة وشاربة الحليب حلوة قوي. اهم حاجة تشربي الكيكة الحليب وهي سخنة والحليب معاكي سخن. فاتمنى بجد تكون وصفة النهاردة عجبتكم وتجربوها بنفس طريقتي. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام، وانتظروني في وصفات جاية كتير بإذن الله.